المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها أوضاع جيدة للمزارع في أغلب أنحاء القاشبركة. دورة تدريبية في الزراعة دون تربة في مندفرة. وتطور في العملية التعليمية في فرو. سفن روسية وصينية تجري مناورات مشتركة في المحيط الهادي. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع الخطى لتصبح بلاده قوة عظمى. وفوز عالمين أمريكيين بجائزة نوبل للطب. أهلا بكم مشاهدينا. توجد معظم مزارع إقليم القاشبركة في مستوى مبشر نتيجة غزارة الأمطار هذا العام. وأوضح مسؤول تنمية النباتات في مكتب وزارة الزراعة السيد نقاسي هبتمكيل زراعة 95% من المساحة المزمع زراعتها، والبالغة 287,294 هكتارا. وقال إن الذرة تغطي 75% من إجمالي المساحة المزروعة، والباقي من البذور الزيتية والبقوليات، مضيفا أن السمسم وصل إلى مرحلة الحصاد. وأشار إلى السيطرة على انتشار الجراد في فورتساوا ومناطق أخرى بمشاركة مشتركة من الشعب والجيش والمهنيين الزراعيين. وذكر بأن أعمال المراقبة والمتابعة جارية في جميع المديريات للقضاء تماما على الجراد والآفات الأخرى. وذكر المزارعين بعدم الاسترخاء حتى حصاد محاصيلهم وحصاد المحاصيل الناضجة بشكل صحيح، وتقديم معلومات فورية في حال ظهور الآفات. نظم مكتب الزراعة في مديرية مندفرة دورة تدريبية في الزراعة بدون تربة ل 25 عضوا من جمعية المزارعين في إدارة ضاحية عد منقوتي. وأوضح خبير اختصاصي تنمية النباتات في وزارة الزراعة السيد كفل مريم عند برهان أن المتدربين قاموا ل14 يوما بعمل تطبيقي للدروس النظرية بالتنسيق مع المهنيين. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية سيد برخت تسفى سلاسي أن الهدف هو ضمان توفير العلف الأخضر، مشيدا باهتمام المزارعين. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي السيد يمان أباي ومسؤول فرع الثروة الحيوانية الدكتور عقبازقي كفلي أن التدريب أكثر فائدة للمرأة. وذكرت عضوة جمعية مزارعي عد منقوتي سيدة صنعت عقبيت أنها تمارس الزراعة بدون تربة منذ أكثر من عام، وتمكنت من توفير العلف الأخضر للدجاج والأبقار بسهولة، وأحدثت تغييرا ملحوظا في إنتاج البيض والألبان. وتقع إدارة ضاحية عد منقوتي على بعد 4 كيلومترات شمالي شرقي مدينة مندفرة. أفاد مسؤول المدارس في مديرية فرو الأستاذ إسماعيل علي بتحقيق ازدياد مشهود في عدد وانتشار المدارس في المديرية. وأوضح في اجتماع عقد في 3 أكتوبر أن جهودا جادة تبذل للوصول إلى المناطق النائية وحث المعلمين والطلاب وأولياء الأمور على العمل معا لتعزيز جودة التعليم. وأشار إلى دور رياض الأطفال في التحصيل العلمي للطلاب، وقال أنه سيتم بذل الجهود هذا العام لخلق فرص تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة. وذكر التقرير المقدم في الاجتماع ارتفاع مشاركة الطلاب في المدارس الابتدائية والمتوسطة بنسبة 12%، ومشاركة الإناث بنسبة 32% في العام الدراسي 2023-2024، لكنها انخفضت بنسبة 4% في المدارس الثانوية. ودعا المشاركون إلى تعزيز العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين، والعمل المشترك لتعزيز العملية التعليمية وإيجاد حلول لتراجع مشاركة المرأة في المدارس الثانوية والحد من تسيب المعلمين. وشكر مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان القوات الجوية والبحرية وإدارة إقليم شمال البحر الأحمر والمجتمع على مساهمتهم في إصلاح 5 مدارس دمرتها الكوارث الطبيعية في نهاية أغسطس 2023، مؤكدا على أن هذا العمل الجماعي له دور إيجابي في إنجاح العملية التعليمية. وأشاد مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة بالجهود التي تبذل لتقوية العملية التعليمية عامة وتحسين نتائج التعليم بشكل خاص، وأكد على العمل لرفع مشاركة الطالبات في التعليم الثانوي. ويبلغ عدد الطلاب المسجلين في 46 مدرسة في مديرية
فورو 5688 طالبا بينهم 1880 طالبا. ناشد مدير مديرية قلوج السيد داسيت زرميكيل الناشد المواطنين لمواصلة أعمال النفير الجماعي الهادفة لإصلاح البيئة للحد من إصابات الملاريا والأمراض الناجمة عن وجود المياه الراكدة، خاصة مع انتهاء موسم هطول الأمطار. وأفاد أنه قد لوحظ ازدياد الإصابات بالملاريا مع بداية موسم الأمطار الماضي، وتمت السيطرة عليها جراء الجهود المشتركة التي بذلت. وأشاد مسؤول مركز الصحي مديرية قلوج السيد جناي موسازجي بدوره بالعمل الذي تم بمشاركة الشعب الواسع في السيطرة على مسببات الإصابة بالملاريا وأمراض المياه الراكدة، معبرا عن أمله بعدم تهاون الجميع في هذا الشأن. قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية شامبوق واللوازم التعليمية ل70 طالبا محتاجا للعام الدراسي 2024-2025. وذكر مسؤول المكتب السيد عند مسقل الجزائي لوكالة أنباء إرنا فعالية الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة للمواطنين الذين يواجهون مصاعب اجتماعية واقتصادية للحيلولة دون مقاطعتهم للتعليم. وأوضح تأهيل 3 أسر شهداء بالأنشطة التجارية و4 أسر شهداء أخرى بالمواشي بقيمة 10,000 نقفة مؤخرا. كما قدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية ماي منيه اللوازم المدرسية ل95 طالبا محتاجا. وقالت السيدة سناء يماني أن الدعم الذي سيخفف العبء عن الأسر يشمل الكراسات والأقلام التي تكفي للسنة الدراسية، بالإضافة إلى تغطية الرسوم الدراسية السنوية للطلاب. وتم أيضا تقديم مساعدة مماثلة ل87 طالبا محتاجا في مديرية ماي عيني. مشاهدينا، نشرة تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. ذكرت وكالات أنباء روسية أن سفنا حربية روسية وصينية نفذت مهام مضادة للغواصات في شمالي غربي المحيط الهادي في إطار دورية مشتركة في منطقة آسيا والمحيط الهادي. ونقلت وكالة انترفاكس عن الخدمة الصحفية لأسطول المحيط الهادي الروسي قولها مجموعة تكتيكية من السفن الحربية قامت بمناورة وشكلت تشكيلا لتنظيم الدفاع المضاد للغواصات. نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون قوله أن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية، وأنه لن يستبعد استخدامها إذا هاجمهم الأعداء. وأدلى كيم بهذه التعليقات في خطاب ألقاه في إحدى الجامعات، ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نصه بالكامل. وقال أنه لا ينوي مهاجمة كوريا الجنوبية، لكن إذا حاول العدو استخدام القوة ضد بلادنا فإن الجيش الكوري الشمالي سيستخدم كل أشكال العدوان دون تردد، وهو ما لا يمنع استخدام الأسلحة النووية وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. ودعا كيم أيضا إلى تعزيز دفاعات كوريا الشمالية على نطاق واسع. أعلنت لجنة نوبل منح الطبيبين الأمريكيين فيكتور أمبروس وغاري رافكن جائزة نوبل للطب لاكتشافهما الحمض الريبوزي النووي الميكروبي، وهي فئة جديدة من جزيئات الحمض النووي الصغيرة تؤدي دورا حاسما في تنظيم نشاط الجينات. وقالت لجنة الجائزة في بيان: جائزة نوبل هذا العام تكافئ عالمين لاكتشافهما مبدأ أساسيا يحكم تنظيم نشاط الجينات، مضيفة اكتشافهم الرائد كشف عن مبدأ جديد تماما لتنظيم الجينات تبين أنه ضروري للكائنات متعددة الخلايا بما في ذلك البشر. وكان قد تم منح جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب العام الماضي إلى الأمريكية المجرية كاتالين كاريكو والأمريكي دورو وايزمان لاكتشافاتهما التي ساعدت على تصنيع لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال ضد كوفيد-19 والتي كانت حاسمة في إبطاء تفشي الوباء. وقد تم منح جائزة الطب 114 مرة لإجمالي 227 فائزا.
أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية مسبار الكويكبات الأوروبي هيرا من ولاية فلوريدا الأمريكية على متن صاروخ فالكون 9 التابع لشركة سبيس إكس الأمريكية. ويبدأ المسبار رحلة تستغرق عامين في رحلة جديدة إلى الكويكب ديموفورس، والذي تمكنت مركبة الفضاء دارت التابعة لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا من تغيير مساره في عام 2022. وتمثل الزيارة الجديدة للكويكب ديمورفوس بعد عامين من الاصطدام التاريخي المتعمد به أحدث خطوة في الجهود المبذولة لمعرفة ما إذا كان من الممكن إذا لزم الأمر تحويل مسار كويكب صغير قادم إلى الأرض لمنع حدوث أضرار محتملة واسعة النطاق. وكانت مهمة مركبة الفضاء دارت عام 2022 اختبار تجريبي لاستخدام مركبة فضائية في دفع جرم سماوي قد يصطدم بالأرض. وقال العلماء أن الاصطدام لم يغير مسار الكويكب الصغير فحسب بل وشكله أيضا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. أوضاع جيدة للمزارع في أغلب أنحاء القشبركة. تدريب حول الزراعة في ميمنة. وتطور ولقاء تشاوري حول الدفع بعملية التعليم في فرو. سفن روسية وصينية تجري مناورات مشتركة في المحيط الهادي. زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع الخطى لتصبح بلاده قوة عظمى. وفوز عالمين أمريكيين بجائزة نوبل للطب لعام 2024. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.